اختي وصاحبتي وعشره عمري، حصل بينها وبين خطيبها بعض التجاوزات يعني. بناء عليه طبعا كان بيعاملها أسوأ معامله ممكن تتخيلوها. يعني تقريبا كان حابسها في البيت، قعدها من الشغل، حكم عليها تقعد من الكليه كمان. لما كانت تكتر معاه في الكلام كان ممكن يمد ايده عليها. مش ممكن، هو كان بيضربها طول الوقت تقريبا يعني. لو رن مثلا وما ردتش عليه كانت في حته، او كانت ويتنج بتكلمني بيجي لها تحت البيت، وكان بيبهدل الدنيا. طبعا لما كانت بتتكلم او تحاول تدافع عن نفسها كان بيهددها ان هو هيروح يحكي لاهلها على كل حاجه منهم. خصوصا ان هو كان معاه يعني صور وفيديوهات ليها، كان ماسك عليها صور وفيديوهات. وكان بيقول لها ان هي لو اتكلمت كمان هينزل كل الحاجات دي على السوشيال ميديا. طبعا البنت يا عيني كانت مضطره ان هي تسكت وتستحمل كل اللي بيحصل ده. قعدت في الذل ده تقريبا سنتين، سنتين بجد، وهو بيعاملها المعامله دي. لحد ما في بعض الناس اتدخلت يعني وعرفوا ياخدوا منه الصور والفيديوهات، والحمد لله قدرت ان هي تفك الخطوبه. الحكايه دي محدش يعرف عنها اي حاجه خالص خالص غيري انا بس، لان انا تقريبا صاحبتها الوحيده وهي بتعتبرني زي اختها. فهي كانت مأناني جدا على الحكايه دي. بعد الحكايه دي اتفاجئت ان اخويا الكبير وهو اخويا الوحيد جاي يقول لي ان هو عايز يرتبط بصاحبتي دي. حسيت ان انا اتجمدت، صوتي اتحاش، مش عارفه اقول له ايه. كل اللي انا بس قعدت اقول له دي لسه خارجه من تجربه، مش هتقدر ان هي تدخل معاك في علاقه، على فكره انت كده بتظلم نفسك. طب اشمعنى دي، ما انت عندك صاحبتي دي وصاحبتي دي وصاحبتي دي. قال لي يا بنتي ده احنا مربيينها على ايدينا، دي طول عمرها عايشه عندنا في البيت، ودي صاحبتك من زمان واخلاقها من اخلاقي، وبعدين انا كنت معجب بيها من زمان قوي. ولما اتخطبت قلت خلاص يبقى مش نصيبي، ولما اتفكت قلت يبقى ربنا بعتها لي مره تانية. بقول لك ايه، انا بجد معجب بيها. المهم قعدت بكل الطرق احاول ان انا ابعده عنها. هو خدني على قد عقلي وقال لي خلاص مفيش مشكله، ماشي ماشي وهشوف وبتاع وخلاص، وقلت الموضوع انتهى. اتفاجئت بعدها ان هو جه بيكلمني وبيقول لي ان هو خلاص قرر وبشكل نهائي ان هو هيخطبها. انا في اللحظه دي حسيت ان انا مش عارفه افكر، مش عارفه اعمل ايه. اقول له اللي كان بينها وبين خطيبها، اقول له اللي حصل بينهم، اقول له هو كان ماسك عليها ايه، ولا اسكت وخليهم يتهنوا ببعض وخلاص. وانا بحب الاتنين، بس هو اخويا، اخدعه، اضحك عليه؟ ما هو ما ينفعش برضو. الحب ده درجات. انا بحب صاحبتي بس بحب اخويا اكتر. وما ينفعش ان هو بعد يوم ولا بعد سنه يكتشف الحكايه دي ويعرف ان انا كنت عارفه ومخبيه، وبعد ما اكتشف يكون اتعلق بيها وحبها، ولا يكون بينهم ولاد. لا، هو الصح ان هو يعرف دلوقتي. وانا كده مش معناه اني بخون السر ولا بخون الامانه، انا بس خايفه على اخويا مش اكتر. لحد ما لقيت الموضوع بيدخل في الجد بجد وهو فعلا بيخطبها، رحت وقلت له كل حاجه. قلت له هو ايه اللي كان بينها وبين خطيبها، وازاي حصل بينهم تجاوزات، وان هو كان ماسك عليها صور وفيديوهات، وده اللي كان مخليه بيعملها المعامله دي. بس اتفاجئت باغرب رد فعل منه. قال لي تمام، وانت جايه بقى تحكي لي ليه؟ عشان تبوظي صورتها في عيني، ولا عشان اكرهها، ولا عشان تبوظي سمعتها، ولا علشان اسيبها؟ قلت له لا ده ولا ده ولا ده، انا بس جايه اقول لك عشان انت تكون عارف، عشان من حقك تكون عارف حاجه زي كده. انت اخويا، انت مش واحد غريب ممكن اضحك عليه ولا اخدعه. انت لازم تكون عارف كل حاجه، وعشان في يوم من الايام لو سمعت الحكايه دي انت تكون عارف وما تحسش انك اتخدعت في يوم. قال لي ده انت غيرانه منها بقى عشان هي اتخطبت قبلك. انا غير؟ انا اغير من اختي واغير منك؟ اغير منكم انتوا الاتنين؟ ده انتوا الاتنين اخواتي، هي صاحبه عمري وانت اخويا الوحيد. انت ازاي تفكر في حاجه زي كده؟ ازاي ما جاش في دماغك للحظه ان انا خايفه عليك او ان انا بحبك؟ قال لي طب يكون في علمك انا كنت عارف كل حاجه من اول يوم. من اول يوم رحت كلمتها وهي قالت لي على كل حاجه، وقالت لي كمان ان محدش يعرف اي حاجه غيرك انت الوحيده اللي في الدنيا اللي امنت لك على السر ده. ومع ذلك انت خنتيها وجيتي قلتي لي وفتشتي سرها وفضحتيها قدامي. قلت له فتشت ايه وفتحت ايه؟ انا جايه اقول لاخويا لو انت واحد غريب انا ما كنتش هقول لك، ولا كان هيهمني اصلا اذا كنت ترتبط بيها ولا لا. بس انت اخويا، انت مش اي حد، انت روحي، انت ابني، انت حبيبي، انت اخويا وابويا وانت اللي مربيني. ازاي اخبي عليك حاجه زي كده؟ وتعارك معايا عركه كبيره قوي، وقال لي على فكره انا هقول لها كل حاجه، هقول لها انك فضحتيها وانك فتشتي سرها، ومن اللحظه دي انت تخرجي بره حياتي انا وهي، لانك مش امينه على السر، وعمرك ما كنتي صاحبه بجد، وهي غلبانه فاكراكي ان انت صاحبتها الوحيده واختها. وفعلا
اكلمها واقول لها ان هي ما تتعاملش معايا مره تانية ولا تحكي لي اي حاجه. انا في لحظه لقيت نفسي خسرت الاتنين، خسرت اخويا الوحيد وصاحبه عمري من غير ما اقصد. انا بجد كنت خايفه عليه وكنت عايزه اقول له، كنت عايزاه يبقى عارف، مش عايزاه يتخدع ولا عايزاه يتصدم بعد ما يحبها. انا غلطت في ايه؟ ايه الذنب اللي انا عملته عشان يعمل معايا كده؟ ولو رجع بيا الزمن هعمل كده 100 مره. وده مش معناه ان انا مش امينه على السر، انا بس خايفه على اخويا وبحبه اكتر من اي حد. انا كده غلطت